فاجأت إدارة شبيبة القبائل الجميع حين قررت الاحتفاظ بالمناجير العام الحالي إبراهيم زافور، وفي وقت كانت المفاوضات قائمة بين إدارة الرئيس عاشور شلول والشركة المالكة للنادي موبيليس، حيث كان الطرفين يدرسان بعض المقترحات وفي مقدمتها تعيين ناصر بويش أو كريم دودان خلفا له، فيما تبقى كل الاحتمالات واردة الحدوث بعد الميركاتو الشتوي. أين سيتم الحسم في مستقبل زافور على ضوء عملية التعاقدات التي سيقوم بها هذا الشتاء؟ وحسب ما علمناه من بعض المصادر، فإن الإدارة وعلى رأسها عاشور شلول قد بررت موقفها بعد التراجع عن التخلي عن خدمات إبراهيم زافور، وأنه تقدم بشكل كبير في ملف الميركاتو الشتوي. وأكد الرئيس أن تعيين مناجير عام جديد قبل أيام من انطلاق عملية الانتدابات يعتبر مجازفة حقيقية وبأتم ما تحمله الكلمة من معنى. يرتقب أن تفتتح الجهات الوصية موقع تذكرتي، وذلك من أجل طرح التذاكر الخاصة بمباراة الكلاسيكو التي ستجمع مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، فيما أصر عشاق الشبيبة على ضرورة ضمان اقتناء تذاكرهم في الساعات الأولى من فتح الموقع، وذلك من منطلق إصرارهم على التنقل بقوة إلى مدرجات ملعب 5 جويلية الذي سيحتضن المواجهة ومساندة الفريق عن قرب.